السلام عليكم. ده غضروف ما بين الفقرة الثالثة والرابعة، غضروف في الفقرات العنقية كبير خالص اهو. دي الست سامية واحنا في الاستشارة عايزين نتكلم معاها بقى اخبارها ايه. استنى يا ست سامية اما نعدل الكاميرا. ايوه قولي لي يا ست سامية، احكي لي بقى ايه اخبارك، ده اللي انا عايز اعرفه. الحمد لله يا دكتور، تسلم ايدك وربنا يبارك لك. لا احنا ما اتفقناش على كده. هقول ايه طيب؟ انا ما قلتلكيش فيديو عشان تشكري فيا، انا قلت لك احكي اللي حصل. يعني انت اول ما جيتي كان الوضع عامل ازاي؟ انا اول ما جيت كنت دايما متكسحه من ضيق من رجليا من رقبتي. انا ما كنتش عارفه اعمل كرسي النور اولعه، لماذا ما كنتش عارفه اخش الحمام، لازم حد كان يخش معايا. فلله الحمد. ولما خدت العلاج؟ لما خدت العلاج اتحسنت شويه شويه الحمد لله. دلوقتي يا رب لك الحمد، الحمد لله. يعني تعرفي تقولي كام في المية اتحسن وكام في المية فاضل؟ 85. خمسة ده اللي اتحسن ولا فاضل؟ اتحسن. يعني فاضل 15 بس؟ اه. طيب الحمد لله. انا عايز اقلب بقى الكاميرا، بنقلبها كده يرجعنا تاني للنقطة اللي بنقولها على طول، ان مش كل غضروف كبير لازم له عملية. لازم العيان ياخد فرصته الاول بالدواء وبالعلاج الطبيعي، وعلى اساس التحسن نقيم هل يحتاج الجراحة ولا لا. طبعا ده بفرض ان مفيش خطورة على العصب، يعني مفيش علامات منذرة تقول ان العصب في خطر، زي سقوط القدم او زي انفلات البول. دي اللي هي الطوارئ، نقول انه في كودا اكوينا او في الرقبه، يبقى في ويكنس ملحوظ في الايدين، او في اعراض ميلوباثي. انما ما دون ذلك خلاص يبقى العيان ياخد فرصته الاول بالعلاج، والاستعجال على العمليه هنا يبقى غلط مش صح. شكرا ليكم.